السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير من آخر مرة سجلت معاكم فيها. يا رب تكون في فيديوهاتي بتنول إعجابكم وأحب أسمع تعليقاتكم كده. النهاردة إن شاء الله بإذن الله كده هنعمل بوريك، حاجة سهلة وخفيفة وسريعة كده. لزوم بقى الشتاء والسقعة وتدفئة الشقة وعشا الولاد وفطار وكل حاجة، بتنفع في كل حاجة والله، وسهلة وسريعة وخفيفة زي كل حاجة بنعملها. إيه، النهاردة من نص كيلو دقيق عملنا كمية حلوة جدا من البوريك وطعمه لذيذ جدا وخفيف وسهل، ومش هياخد مننا اي وقت ولا اي مجهود. النهاردة بإذن الله هنعمله. هو عبارة عن كوباية مية، بننزل عليها بباكت خميرة او معلقة خميرة كبيرة، وحوالي معلقة سكر وذرة ملح بسيطة جدا، يعني يا دوبك حاجة بسيطة كده، بس عشان ايه السكر يتفاعل مع الخميرة، ما يأثرش. الملح مش هيأثر معاها يعني، بس هي نسبة قليلة جدا، هي حوالي ربع معلقة كده. وبعد كده بننزل بقى بنص كوباية زيت، هو زيت بس، لو عايزة تخليها زيت على سمنة مش، بس هو بصراحة بزيت حلو زي زي بتاع الأفران بالظبط، يعني مش محتاج أي سوائل يعني زيادة أو دهون زيادة. وهنا حوالي معلقتين كاتشب. هو البوريك معروف اساسا ان بيغير طعمه عن اي حاجة من المخبوزات، هو اللي الكاتشب او صلصة او اي حاجة، بس هو الكاتشب معروف يعني. ومعلقة خل بقى، دي لزوم الهشاشين، بتخلي العجينة هشة ولذيذة وسهلة جدا. بعد كده بقى بنقلب كل المكونات السايلة دي مع بعضها كويس، بنضربها مع بعضها كويس كده وندوب كل حاجة مع بعضها. وبعد كده الدقيق عندنا منخول وجاهز، بننزل بيه بقى كله على المكونات السايلة دي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. انا بنخله طبعا قبل التصوير عشان ما اطولش عليكم يعني. بنزل بيه بقى، وبعد كده بنقلب بقى الدقيق مع السوائل دي تقليبه سهله كده. نسيت نص معلقه بودر بيكنج باودر، دي برضو بتدي هيشان للعجينه وبتخليها خفيفه جدا، وبتخليها هشه وطريه قوي معاكي. بعد كده بقى بندخل السوائل كلها في بعضها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. والله سهل جدا ومخدش مننا اي وقت، وعملته وانا واقفه، ما قعدتش والله ولا عملت اي حاجه وانا قاعده، وانا واقفه، لانه اصلا مش مستاهل قاعد، لانه يعني وانا بعجنه كده ما خدش في ايدي ثواني. بنسيبه حوالي نص ساعه كده او ساعه بالظبط، بيخمر وبيبقى بس كده، مش بياخد وقت يعني. هنا بقى بنشرب العجينه للسوائل. طبعا انا زودت ميه تاني غير الكوبايه اللي انا حطيتها في الاول، حوالي كوبايه كمان على حسب نوع الدقيق اللي بتعمليه. بتشربي بقى السوائل للدقيق، وبعد كده طبعا بتنزلي بيها على الرخامة بتاعتنا طبعا نضيفة وزي الفل. تنزلي على الرخامة كده بقى، وتاخدي وتدي مع العجينة، تفضلي رايحة جاية بيها كده لغاية ما تلاقي ايديكي نطفت خالص من العجين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. ايديا نطفت خالص، هي في ثانية كانت سلكته، وكانت بتلزق جدا، ومع ذلك يعني ما خدتش في ايدي وقت والله، وفجأة نعمت وبقت جميلة. بعد كده بقى بنحطها في الطبق وبنغطيها بحوالي معلقة زيت عشان بس وشها ما ينشفش، وبنغطيها وبنسيبها حوالي، أنا سبتها ساعة بالظبط، هي ساعة. ضعفت طبعا كمية العجين بالشكل ده كده، وبقت هشة جدا كده، جاهزة بقى على التقطيع. بن... بننزلها بقى على الرخامة، وبنحاول بقى نجزقها عشان ايه ما تتقطع معانا سهل، يعني ما تبقاش الكمية كبيرة ان هي تتقطع مرة واحدة. بقسمها نصين بالشكل ده كده، بقسمها نصين لان انا جيت هفردها كلها على بعضها لقيتها كبيرة وهتبقى تخينة قوي معايا، فقسمتها نصين. وبعد كده عجنت، ركنت النص التاني بقى يرفع تاني لوحده، هي بترفع بسرعة لان هي واخدة حقها ووقتها يعني في الخمر وكده بالشكل ده كده. بنعجن بقى اللي بنفرد الباقي، بنعملها على شكل مستطيل كده بالشكل ده كده. وبعد كده بتقطعيها بقى بكوباية، بغطا برطمان، بمثلا طبق. اهم حاجة الدايرة تكون مناسبة للقطعة اللي انت هتعمليها. هو المقطع عاد نفسه تاني ليه، تقريبا عاد نفسه يعني.
بالشكل ده كده. بنفرد طبعا بالعجلة دي او بالنشابة بتاعة الفطير مثلا، او اي حاجة بتفردي بيها يعني، بس هي دي المتاحة عندي يعني. نقطعها بقى بالشكل ده كده بالكوباية. طبعا سمك العجينة بيبقى يعني حوالي سنتي كده، متبقاش تخينة اوي، وبنفردها برضو سنة صغيرة بايدينا كده بعد ما بنشيل زوايد العجين، علشان إيه ما تبقاش تخينة قوي من جوه. وطبعا تحسي ان هي عاملة زي الساندوتش من جوه كده بعد الحشوة اللي بتحشيها جواها. بالشكل ده كده. بعد كده بقى بنجيب جبنة بقى، مثلا جبنة حادقة، جبنة الجبنة اللي هي الملح خفيف. إيه عندك رومي. إيه حبة البركة بقى معاها، طبعا حبة البركة بتدي للبوريك طعم لذيذ جدا، بتميزه عن اي حاجة. هنا اللي انا بحطها دلوقتي دي جبنة حادقة. بعد كده جبت الجبنة اللي هي الفيتا العادية في الصاج التاني، لان هي طلعت معايا صاجين وصينية صغيرة. فانا صاج عملته بالجبنة الحادقة كده بس، وصاج عملته بجبنة اللي هي الفيتا العادية معاها رومي وحبة البركة. بس كان طعمها لذيذ جدا، تحفة. يا ريت تجربوها والله هتعجبكم قوي. ويا ريت طبعا ما تنسونيش في الشير وفي الاشتراكات بقى، وعايزة لايكات كتير كده. ان شاء الله اخواتي وحبايبي مش هينسوني. ويا رب كل وصفاتي تكون بتعجبكم، واللي يحب نعمل اي حاجة يقول لي عليها يعني اعملها. مفيش حاجة صعبة علينا، ربنا بيسر ويسهل كل حاجة بأمر الله. بالشكل ده كده بنقفلها زي القطايف لفوق كده، بنقفلها كويس وهي واقفة كده. وبعد كده بقى بتشيليها على ايدك، ما بتحاوليش تفرديها اكتر من كده. هي بعد ما بتختمر اصلا بيتضاعف حجمها. هنا بنعمل بقى الدور التاني برضو بنفس الشكل. بنفرد برضو العجينة، والباقي اللي بيتبقى منها اللي بيطلع الفواصل الزيادة اللي بتطلع دي، بنعملها زي القرص كده وبتحطيها في الطبق ترفع شوية على بال ما بتعملي غيرها يكون خمران، لان مش هينفع تقطعيها في ساعتها كده. بس هي طالما واخده حقها في الخمر هي بترفع بسرعة، مش بتاخد معاكي وقت. على بال ما بتحشي الدور بتكون اللي بعدها خمرت على طول. يا رب تجربوها وتقولي لي رأيكم فيها ايه. ان شاء الله هتطلع جميلة، ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا يا رب. هنا بقى دي اللي جبنا الفيتا العدبة، بحط عليها قطع رومي صغيرة كده، وحبة البركة بقى. حبة البركة دي بتبقى تحفة تحفة في اي مخبوزات. انا حطيت من جوه ومن بره بصراحة، لان انا بحبها جدا، وطعمها بيبقى لذيذ جدا وهي جوه العجين. يعني حاجات بسيطة كده بس في الداخل، وحسب ما تحب ممكن تحطي كمان سمسم. السمسم بقى من بره مع حبة البركة بيبقى تحفة، بس هو بصراحة خلص من عندي. بس انتي ممكن تحشيها برضو تحطي عليها من بره السمسم وحبة البركة مع بعض، وممكن تكتفي بحاجة واحدة. بس هما الافران بيعملوا الاتنين مع بعض، وساعات هي حبة البركة هي الاساسي يعني. تتقفل بالشكل ده كده. طبعا اول صاج معانا كان خمر ورفع معانا يعني خد رفعه كويس قوي. طبعا دلوقتي وانا بعمل كده كان الفرن قايد بيسخن، لان حطيته يعني قيته على درجة حرارة عالية. وبعد كده بقى هنا بقى بتدهني الوش. عندك لبن ماشي، عندك معلقة عسل على ربع كوباية مية ماشي، ما عندكيش خالص وعندك مثلا نسكافيه ماشي. لو مفيش خالص ابسط الامور مية بسكر، كله بيديكي نفس النتيجة، نفس درجة اللون بتاعت القرصة بتاعتك لما بتطلع من الفرن بتبقى هي. طبعا بعد ما بتدهني بتحطي بقى حبة البركة عشان تلزق، عشان تمسك في اللقمة بتاعتك بعد ما بتخلص. بالشكل ده كده هي كده اساسا خمرانة كمان، يعني هي كده عبال ما قطعت الصاج التاني كانت دي رفعت وخلاص يعني، وقتها انها تدخل الفرن بقى. ان شاء الله تعجبكم وتبقى جميلة. هنا عملنا صاجين وصينية صغنونة كده في الجنب كده، كانوا دول زيادة فعملتهم في الصينية الصغيرة عشان ما زنقهمش ببعض بس ويلزقوا. طبعا كده كان الفرن قايد ودخلتهم بقى، وطلعوا تحفة تحفة بالمنظر ده كده. والله العظيم شكلها تحفة. يا رب تعجبكم ان شاء الله، وطعمها احلى من شكلها بكتير. يا ريت تقولوا لي رايكم في
في التعليقات، ومستنية بقى اشتراكاتكم ولايكاتكم ان شاء الله، مش هتنسوني بإذن الله يعني. ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا يا رب، ويعجبكم كل وصفاتي، وبألف هنا يا رب. وكل اللي يعمل حاجة ويدوق حاجة ويكون ليه نصيب منها بإذن الله. شوفها هشة وجميلة وسهلة ازاي من جوه. مني بقى كنت ماسكة التليفون معلش وانا بصور، فمكنتش عارفة اقطعها بايديا الاتنين، بس بص من جوه والله تحفة تحفة. كانت طعمها لذيذ وشكلها جميل جدا، وتقضي معاكي فطار وعشاء، مثلا الولاد ياخدوها معاهم المدرسة. جميلة جدا وحلو. وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات كتير حلوة وسهلة وجميلة، واشتراكات بقى ولايك. وما تنسوش بقى يوميات رحاب داوود. ان شاء الله يا رب يعجبكم كل فيديوهاتي، واشوفكم على خير بإذن الله. مع السلامة.